نقدر نقول لك موقفنا نكلموا يعني بكل صراحه ضعيف جدا، خاصه يعني في الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. علاش؟ ما راهوش ضعيف من اليوم، راهو ضعيف من سنوات لكن بعد انت تشوف فيه دول اخرى عرفت كيفاش تستثمر. نقول لك خدات حقنا، لانه هو حقنا احنا بقوه الجزائر. نتكلم لك على سبيل المثال، نقول لك في الالعاب الافريقيه، كي نتكلم في الالعاب الافريقيه هنا يعني كانت يعني تلعبت المره الاولى من غير يعني بلد اللي هو الخامس والخمسين في القاره الافريقيه، وكي نتكلم بالاصح اللي هي الصحراء الغربيه. والعار اكثر من هذا انه في حفل الافتتاح عزف نشيد العار اللي هو اللي يمجد الاستعمار باحتلال الصحراء الغربيه وبحضور جزائري. هذا كلها هذا تسميه دبلوماسي جزائري، انا نسميه خاين جزائري اللي خانوا القضيه، خانوا العهد وخانوا القضيه، وخاصه خانوا الوطن، بما انه استغلوا وجودهم في الهيئات الدوليه لخدمه قضايا اخرى، واللي نقدر نقول لك عكس التيار اللي تمشي منه الجزائر. نعطيك على سبيل المثال انه كي احنا نقول لك الهيئات الدوليه انك ما تتدخلش في الرياضه، عكس لا، انه غيرنا واستعملوا حتى جزائريين لتغيير نمط المنافسه، وين يعني صارت خرجت المنافسه من الاتحاد الافريقي ومشات على الجمعيات، وهذا هما عارفين، لانه عارف جدا انه هما الصحراء عندهم وزاره لكن ما عندهمش جمعيه. لهذا الشيء اللي كان خرجهم يعني من الالعاب الافريقيه وبحضور جزائري. هذا كلها هذا تسميه دبلوماسي جزائري، انا نسميه خاين، اللي هي خاين القضيه وخان الرياضه. ما ندخلوش يعني في خان، نقدر نقول خان القضيه الجزائريه وخان المبادئ في الرياضه، بما انه الرياضه هي سلم، الرياضه هي تجمع الشعوب، هي تلاقي الشعوب. لانه هذا الشيء كل هذه اخطاء كنا عملناها هنا في الجزائر، لكن هذه كلها فرص احنا ضيعناها، وانذاك اللي هما مسميين دبلوماسيين اللي ما عرفوش يستغلوا هذاك الوقت. لكن بعد انت تشوف فيه دول اخرى عرفت كيفاش تستثمر. نقول لك خدات حقنا، لانه هو حقنا احنا بقوه الجزائر. انا نظن احنا بما ان احنا نشارك واحنا دول قويه وعندنا من المنشات اللي تسمح لنا باش يعني نقول لك نوفرها، خاصه للشبيبه الافريقيه باش تمارس الرياضه وتلتقي الشبيبه الافريقيه، وايضا لتقويه هذا الاستعراض ولتقويه هذه القاره، بما انه احنا كقاره كافريقيين في نهايه العهده معنيين بمنافسه القارات الاخرى اللي لازم يكونوا في المستوى. نعم. انتوا في عينينا ابطال، مليون قبله على راس كل ومليون قبله لكل لعيب الحقيقه فرح كل وفرحنا وادانا درس جديد. هذه هي الثوابت الحقيقيه التي لن نتخلى عنها في يوم من الايام. وبشكر لعيبه المغرب، انتوا يعني مصممين تدونا دروس، يعني سقفنا لكم وهنسقف لكم، بنسقف لكم على لعبكم وبنسقف لكم على بركم. انه الام يا جماعه، الاسره، الام اللي عرفت تربي وتنجح وتكبر وتعظم وتعلي من شأن امه، بر وفرحه امه. انا فرحت ليهم بزاف، ماشي غير الوالد، فرحت للدراري كاملين والجمهور كله اللي كان معانا، فرحت بزاف. انا اول مره اللي جيت باش نتفرج فيهم، اول مره ملي كان والد كيلعب ولا مدرب، ولا اول مره اللي جيت من باريس حتى القطر باش ان شاء الله نساندهم ونكون معاهم. هودك وليداته هو وليداتي حتى انا، ربي يعاونهم وربي يجيب لهم التيسير. عمرها ما راحت الملعب، وليد بتقول انا عمري ما رحت له الملعب، لا هو بيلعب ولا هو، بس جات له. والتسجيل انت شفت له وليد ده قديم، بيتكلم على بر الام. يعني الله يخليكم الله يخليكم الله يخليكم، ما تجوش تقولوا لنا اجر الرضاعه واجر العمل واجر البتاع. هي الام دي محتاجه اجر، هي اللي قدامكم دي محتاجه اجر. هو ده الاجر اللي هي خدته، ان العالم كله بيتفرج عليها، احلى واجمل واروع من اي حاجه. في حد اتكسف من امه اصلها لا مؤاخذه كبيره في السن شويه، ولا اصل لبسها مش عارف ايه، ولا اصل الحجاب، ولا واحده مهتمه بشكل اللبس، مهتمه انها تروح تدعي لابنها، تدعي لفريقها، تدعي لوطنها، تدعي لبلدها، تدعي لعالمنا العربي بالكامل. يعني احنا عاملين نسقف للمغرب من اول البطوله، لكن هنا مش نسقف بس، نصفق وننحني اجلالا واحتراما وتقديرا واجبارا. وإلهي يا رب دعوات امهاتكم توصل لكم وتاخدوا البطوله يا رب، وحتى لو ما خدتوش البطوله انتوا في عينينا ابطال. مليون قبله على راس كل ومليون قبله لكل لعيب الحقيقه فرح كل وفرحنا وادانا درس جديد. هذه هي الثوابت الحقيقيه التي لن نتخلى عنها
في يوم من الايام. اسلام سامي، مساء الفل. حاجه جميله والله. لبس لك النضاره بقى بصراحه. تقرير جميل جمال غير عادي والله بجد. الواحد اتاثر جدا، ربنا يبارك في كل الامهات يا رب ويرحم اللي توفوا. زي ما حضرتك بتقول الواحد بيتعلم يعني بره الكوره، دي انسانيات غير عاديه. وفرحه امه طبعا. هو اي حد في الدنيا ماشي بدعوه امه وفرحه امه. وبص حضرتك المنظر عامل ازاي، ورقصه بوفال مع والدته بعد المباراه. يا نهار ابيض على الجمال. والدته بعد المباراه ده كان احتفال ايقوني زي الصوره اللي جت كده الناس كلها بتتكلم عليها. ياخدها ويجري بيها حاجه جميله وهي بترقص ومبسوطه خلاص. امه فرحانه بابنها فطبيعي يعني. بصراحه هم كلهم جمال ويستاهلوا كل خير يا رب. وربنا يا رب يخلي اهالينا راضيين عننا دايما يا رب، يكملها لهم بالخير يا رب, ان شاء الله. اهلا بك دكتور. يعني الكثير توقف عند المشهد هذه فيه بر الوالدين. بمجرد ان يشعر الانسان بفرحه بانجاز ذهب الى والدته ليحتفل. كيف وجدت هذه القيمه يعني بالنسبه للاعب وما تتركه في نفس المشاهد في قلبه وفي عقله ايضا؟ يعني لا شك أنه اللقطة اللي كانت مع اللاعب وهو يرقص باحتفاء مع والدته في الملعب، وكذلك الصور الكثيرة التي رأيناها حركت فينا كثير من المشاعر. وأعجبني مصطلح أطلق أنه رحم هذا المونديال، وكأنه هذا الاحتفاء العالمي يعطينا دلالات ويعيد إحياء كثير من القيم. يمكن إحنا بالنسبة لنا كمسلمين موضوع بر الوالدين والاحتفاء فيهم ورعايتهم سواء بكبرهم أو بجميع المناسبات وجميع الحالات. لكن الأهم واللافت كما تفضلت يمكن أنه إحنا بنحتفي فيهم في المناسبات العادية أو في بيوتنا، لكن لم نعتد أن نراهم في الملعب. يعني هذا المشهد أنه أخذها من المدرجات وسط الملعب يعني خلينا نحكي العفوية في الاحتفال كانت لها دلالة كبيرة. يمكن يذكرنا واحد في دور الأم، بعض المفاهيم يمكن صرنا نسمع عن العجزة أو كيفية الابتعاد عنهم، ومفهوم الأم كقائد تربوي أنه إلها أثرها في هذه المؤسسة التربوية اللي هي الأسرة. جانب ثاني أنه رعاية الأم للموهوبين. يمكن إحنا بدنا أولادنا يكونوا دكاترة ومهندسين وكذا، لكن هم احتفوا فيهم بهذا الجانب وهذه الموهبة اللي هي في كأس العالم، وهي القدرات اللي احنا بحاجة إنه احنا جميعا ما نركز على صورة نمطية وبالعكس نشوفها بجانب آخر. حتى الأسرة أصبحت تتجمع لمشاهدة المباريات، أو حد يأخذ أولاده لمتابعة هذه المباريات أيضا. إلى أي مدى فعلا المونديال مثل فرصة لترسيخ قيم العائلة من جديد؟ مونديال قطر تجاوز فينا الحدود الاعتيادية كلها، يعني أعطانا إرث سواء على مستوى الوحدة ما بين الدول العربية، على مستوى حتى الحوار الحضاري مع دول الآخر. أصبحنا نرى هناك لفتات لا نراها بالوقت العادي، وإن كنا متعودين أنه يكون في جمهور يشجع كرة القدم خاصة ككرة قدم أو كلعبة تنافسية رياضية. لكن الاحتفاء الصغير والكبير وحرصهم على حفظ الألعاب والتفاصيل والمباريات، وأعتقد أنه هذا يعني يضعنا أمام محك صعب محليا وعالميا أن نبقى نحافظ على هذه القيم ونحافظ على هذه الأسس اللي قد يراها البعض أنها ليست من أصول اللعبة أو أنها بعيدة عن